ياخذ كرة لكن مو ضيق بالتوقيت مثالي. بينما كرة عملية الهروب الآن، الفرصة للثاني لقتل المباراة، لقتل المباراة. الله، جول للبديل محمد عدنان، يضع الهدف الثاني، يضع القرمة في تقدم مرة ثانية لينهي على أحلام عودة الميناء، لينهي على أحلام عودة السفانة، ومحمد عدنان ينهي الأحلام من أجل العودة، وبالتالي الانتصار يؤكد للقرمة. أول انتصارات خلف، كرة كشفت كل الخطوط، وعدنان مرة من جعفر، عدنان وضع الكرة في الشباك. لاحظ هنا عملية تمرير ممتازة، مرور رائع وكرة في المرمى لهدف ثاني، لخبر ثاني، لتأكيد ثاني بأن المباراة حسم أمرها لصالح القرمة، وعدم استغلال الفرص يتحمل هجوم الميناء، وهذا كل الذي ضاع. يجازون بهدف لينتهي الأمر مع انفجار وفرحة لأحمد خلف. تعادل مع دهوك، انتصار الآن على الميناء.